السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة إيمو شاين. النهاردة هعمل غرزة جديدة وهي غرزة البريد الأمامي. عندي طبعا البريد الأمامي والبريد الخلفي. أنا ما حبيتش أجمع الاتنين في فيديو واحد، ولكن هعمل كل واحدة منفصلة عن التانية. أنا هنا عملت الأساس. لازم يكون عندي سطر أساسي عمدان عادية أهو. وبعد كده اعمل السطر اللي التاني غرزة البريد الامامي. فانا هطلع للسطر التاني، اخد 3 سلاسل. ادي 1 2 3. وبعد كده هبتدي اول عمود ده هلف، هدخل بالابرة. طبعا هلف الخيط على الابرة الاول، وهدخل الابرة ورا العمود الاولاني، واسحب الخيط. هيبقى عندي 3 لفات، اطلع من 2 وبعدين اطلع من 2. ده كده عمود امامي. برضو هنعمل نفس الحركة، هندخل من ورا العمود وهنسحب الخيط وهنطلع من لفتين، وبعدين هيطلع من لفتين. هو يعني يعتبر زي العمود بلفة، ولكن احنا بناخده من ورا العمود. نعمل اللي بعديه، هندخل من ورا العمود وهنسحب الخيط ونطلع من لفتين، وبعدين نطلع من لفتين. ندخل من ورا العمود، نسحب الخيط، نطلع من لفتين، وبعدين نطلع من لفتين. هي طبعا سهلة جدا في الشغل، وبتدي نتيجة حلوة. لو انا عايزة اعمل شغل يكون تقيل او دبل، يعني ايه، هو بيديني الغرزة بتكون تخينة عشان تنفع في الشتاء يعني. طبعا هنا انا وصلت لاخر السطر، وادي النتيجة، شكل الغرزة نشوفها من ورا اهي. طبعا سطر فوق سطر هيبان الغرزة بارزة جميلة جدا في حاجات الشتوي. طبعا انا عملت البريد الامامي في فيديو لوحده، وهعمل البريد الخلفي. ان شاء الله يا رب تكونوا عرفتوا تعملوا الغرزة وتكون سهلة عليكم. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو التاني. سلام.